السلام عليكم. اهلا بيكم. يا رب تكونوا بخير. تعرف ان اخطر كذبة ممكن تصدقها هي اول رواية بتسمعها، لان بيقولوا ايه؟ الانطباعات الاولى بتدوم. وفي الزمن ده المقولة دي انا مش مقتنع بيها بصراحة. احنا بقينا في زمن الخبر بيوصل قبل الحقيقة، والعنوان بينتشر اسرع من التوضيح، والناس بتحكم قبل ما تسمع الطرف التاني. بقى طبيعي ان شخص يتهاجم ويتشتم ويتحاكم، وبعدها بساعات تكتشف ان الحقيقة كانت مختلفة تماما. وده اللي حصل مع الكابتن ابراهيم حسن. من أول لحظة انتشرت أخبار بتقول إنه اعتدى على أحد المشجعين المصريين، وكل واحد بدأ يحلل ويألف ويحكم كمان. لكن لما الصورة اكتملت عرفنا إن الراجل كان بيتصرف بشهامة، وهو بيدافع عن طفل مصري تم الاعتداء عليه، وإن اللي اتشاف في ثواني ما كانش بيحكي الحقيقة خالص. الموقف ده مش عن إبراهيم حسن بس، ده درس لينا كلنا. اسمع، مش كل اللي بتسمعه حقيقة، ومش كل اللي بتشوفه بعينك بيحكي القصة كاملة. الحقيقة ليها بداية وليها نهاية وليها تفاصيل وسياق، وما ينفعش تحكم على حد من لقطة أو عنوان أو بوست أو فيديو غير مكتمل. علشان كده قبل ما تصدر حكم اصبر واسمع وتأكد وابذل شوية مجهود علشان تعرف الحقيقة كاملة، لأن الكلمة اللي بتقولها ممكن تظلم إنسان، والحكم المتسرع ممكن يجرح بريء. ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وفي الآخر افتكر إن الحقيقة مش دايما هي أول حاجة بتسمعها ولا أول مشهد بتشوفه. كتير من الناس ظلموا غيرهم بكلمة أو بخبر أو بحكم متسرع، ولما الحقيقة ظهرت كان الوقت خلاص فات وعدى. اتأنى قبل ما تحكم، وتأكد قبل ما تنقل، لأن الكلمة مسؤولية والعدل محتاج صبر. وسيب دايما مساحة لاحتمال ان اللي لسه ما عرفتهوش ممكن يغير كل اللي عرفته. ربنا يبعد عنا وعنكم سوء الظن، ويكرمنا ويكرمكم اجمعين. ودعواتنا للمنتخب المصري النهارده ان شاء الله يكسب، وكل جمعة وانتم طيبين. السلام عليكم.